الصوم سر وإخلاص لخالقنا، هو الدليل إذا ما شئت برهانا. شهر المكارم لا تحصى مناقبه، جلت عن الحصر تعدادا وتبيانا. فيه الجنان تفتحت مزينة، والنار قد أغلقت عفوا وغفرانا. فيه الجنان تفتحت مزينة، والنار قد أغلقت عفوا وغفرانا. والجن قيدهم ربي وصفدهم، بشرى لعبد عصى نفسا وشيطانا. إخوة الإيمان في كل مكان، إن للصيام ثواب عند الله عظيم لا يعلم مداه إلا الله تعالى، فهو رصيد للعبد عند الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به. فالصيام ثوابه ليس بعشر ولا بسبعمائة كما لباقي العبادات، ولكنه سر بين العبد وربه، فثوابه عظيم لا يعلم مداه إلا الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نحييكم في هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته في هذه الدنيا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين ريحانتاي من هذه الدنيا. نحييكم وننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هيا بنا إلى القرآن في شهر القرآن. إخوة الإيمان، مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ
والله يحب المحسنين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هذا بيان للناس هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي. يحين موعد أذان الفجر في 3:14 وحتى يحين موعد النداء نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا. اللهم احفظ مصرنا وتقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا رب. رمضان يا شهر الفضائل والهنا. رمضان يا شهر الفضائل والهنا والعفو فيك من الإله يضمنا جنات ربي فتحت أبوابها. جنات ربي فتحت أبوابها للصائمين القائمين للصائمين القائمين ومن دنا. يا شهر قرآن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. يا
شهر قرآن الحبيب المصطفى، يا شهر قرآن الحبيب المصطفى، بالبر والإحسان تمضي بيننا. وملاذ أمن المؤمنين صيامهم، وملاذ أمن المؤمنين صيامهم، وملاذ أمن المؤمنين صيامهم، وقيامهم صيامهم، وقيامهم يرجون عفوك ربنا. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، واحفظنا في أوطاننا، وصم بلادنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. يا رب إلهي إلهي أنت للإحسان أهل، وفي مرضاتك الفرج القريب. أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. هو الرحمن هو الرحمن، حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أنيب. وعاملني يا رب، وعاملني بجودك واعف عني، فعاملني بجودك واعف عني، فأنت لنا نعم المجيب.
الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق معلنا أذان فجر يوم جديد من أيام الله تعالى، يوم 8 من رمضان عام 1435 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، شهر رمضان منحة ربانية وعطية إلهية، تضاعف فيه الحسنات ويعظم الثواب، ويغدق الله على عباده النفحات، ويفتح لهم أبوابا من الخير ومن المغفرة ومن الرحمة والعتق من النار.
شهر تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتقيد الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل فهذا أوانك، ويا باغي الشر أقصر فلا مكان لك في هذه الأيام الطيبة. فيقبل المؤمنون على ربهم محققين الغاية الكبرى من الصيام، وهي التقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرمضان هو الشهر الذي اختصه الله تعالى بفريضة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهكذا شهدت أيامه المباركة اتصال الأرض بالسماء وتنزل الوحي بالنور والضياء، فأشرقت الأرض بنور ربها وانقشعت ظلمات الجاهلية الجهلاء. إخوة الإيمان، أرى الإخوة المصلون قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن تقام الصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور الأمير محفوظ، إمام وخطيب بمسجد مولانا الإمام الحسين بن علي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله ودائما وجعلنا من صالح أهلها. استقيموا، ساووا بين صفوفكم واطمئنوا واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا جميعا وأوليت. ربنا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أنلنا شربة من يد نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أظلنا تحت لواء حمده. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يا رحمن، وارزقنا جوازا على صراطك المستقيم، وثقل موازيننا، وارزقنا الفردوس الأعلى، وارزقنا جنة الريان يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحشرنا مع الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد إخوة الإيمان، فقد نقلنا لكم شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم 8 من رمضان، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني، وابتهل إلى الله المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر، وأمنا في الصلاة الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. إخوة الإيمان، في الختام لكم أطيب تحيات أسرة النقل على الهواء بالقناة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.